السؤال الأول كيقول: من الواجب نقوم بمراقبة أجهزة الحصر من طرف التقني المتخصص. إذا كانت دواسة الحصر مرنة بشكل غير عادي، نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. إذا كانت السيارة كتجر الجهة وحدة عند الحصر، نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4. في حالة إذا كانت دواسة الحصر مرنة، ما معنى مرنة؟ يعني بحال رطبة بواحد الشكل غير عادي، هادشي غادي يأثر على الفريناج، على الفرملة، فضروري أنه نراقبها من طرف تقني متخصص، يعني ناخدها الميكانيزي. في حالة لا أنا شديت الفران ولكن كنحس باللي غا واحد الجهة هي اللي كتشد فيها الفران، يعني مثلا غا اليمين أو غا اليسار، يعني الفران ما كيشدش بقوة بواحد الطريقة متساوية ما بين الروائد. الجواب الصحيح هو رقم 1 ورقم 3. السؤال هنايا كيقول: أثناء السير كيشعل هاد الضوء ملي كيكون جهاز الABS ما خدامش. الجواب رقم 1: الفرامل ما بقاش صالحة. الجواب رقم 2: لوحات الفرامل ما بقاش صالحة. الجواب رقم 3. بالنسبة للجواب الصحيح هو رقم 1، يعني إذا كنت غادي وشعل لي هاد الضوء اللي كيكون مكتوب فيه الABS، يعني عندي شي مشكل في جهاز الABS. السؤال هنايا كيقول: شنو هو العمق الدنيوي ديال النقوش اللي على العجلة؟ واش 1 مليمتر؟ الجواب رقم 1. 2 مليمتر؟ الجواب رقم 2. 1.6 مليمتر؟ الجواب رقم 3. بالنسبة للعمق الدنيوي، يعني المينيموم ديال النقوش اللي كيكون عندنا على العجلة في القانون 1.6 مليمتر، يعني الجواب الصحيح هو رقم 3. السؤال هنايا كيقول: في المتوسط كل يوم في المغرب كاين حوالي 25% ديال القتلى. الجواب رقم 1. 15% ديال القتلى. الجواب رقم 2. 10% ديال القتلى. الجواب الصحيح هو رقم 1. راه في المتوسط كل يوم في المغرب كاين حوالي ديك 25% ديال القتل. التوقع المسبق لمسار السير عنده تأثير على وقت رد الفعل. نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. أول حاجة، شنو هو التوقع المسبق لمسار السير؟ هو ملي كنتوقع شنو كاين في الطريق، يعني مثلا شي حد نقص من السرعه ديالو، ديما نشوف للبعد باش نقدر ناناليزي الطريق. شي حد شد الفران، الا كان شي راجل غادي يقطع، يعني ديما كنشوف للبعد باش نتوقع مسبقا شنو هما الاحتمالات اللي ممكن يطراو، وهذا الشيء عنده تأثير كبير وكيأثر بواحد النسبة كبيرة على وقت رد الفعل. بالنسبة لهذا السؤال الجواب الصحيح هو رقم 1. السؤال هنايا كيقول: السياقة الاقتصادية ما هي إحدى طرق تحقيقها؟ الإكثار من عملية الوقوف. الجواب رقم 1. التقليل من عملية الوقوف. الجواب رقم 2. التوقع المسبق لمسار السير. الجواب رقم 3. السياقة الاقتصادية عندها علاقة مع تقليل من عملية الوقوف، يعني السائق ما كيتوقفش بزاف، يعني كيقلل من عملية الوقوف، والتوقع المسبق لمسار السير. أما بالنسبة للإكثار من عملية الوقوف أثناء السير، فهذا الشيء كيخلي أنك تستهلك المازوت أو الليسونس بزاف بواحد النسبة اللي هي كبيرة، والإكثار من عملية الوقوف ما كيدخلش في السياقة الاقتصادية. وديما ملي انا كنتوقع مسبقا المسار السير، يعني شنو كاين في الطريق، ديما كناناليزي على بعد وكنحلل الطريق، فهادشي غادي يخليني انه نقلل من عمليات الوقوف المتكرره. السؤال هنا كيقول: الا زدت السرعه ديالي في 4 ديال المرات، الطاقه الحركيه كتضاعف 16 مره. نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. هنا الجواب الصحيح هو رقم 1. نعم إلا زدت السرعة ديالي في 4 ديال المرات، الطاقة الحركية راه كتضاعف 16 مرة، كنديرو 4 في 4 16. السؤال هنايا كيقول: زدت السرعة ديالي ب3 ديال المرات، الطاقة الحركية كتضاعف 4 ديال المرات. الجواب رقم 1. كتضاعف 9 ديال المرات. الجواب رقم 2. كتضاعف 6 ديال المرات. الجواب رقم 3.
هنا إلا زدت السرعة ديالي ب3 ديال المرات، الطاقة الحركية غادي تضاعف 9 ديال المرات. السؤال هنا تيقول إلا ضاعفت السرعة ديالي واش هادشي كيأثر على مسافة الفرمانة؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. ديما كل ما ضاعفنا السرعة كل ما زدنا في السرعة ديالنا راه هادشي كيأثر على مسافة الفرمان.